استنى ثواني، قبل ما تشتري أي موبايل حرفيا ممكن تضيع فلوسك في لحظة. أنا معتز ومن قناة موبايل برو بلس، والنهاردة هقول لك على أحسن موبايلات من 5000 لحد 10000 جنيه، واللي هتديك أعلى قيمة مقابل السعر ومن غير ما تدفع جنيه زيادة. لو نفسك تشتري موبايل يعيش معاك سنين يبقى لازم تكمل الفيديو ده للآخر. وأول حاجة الموبايلات من 5000 لحد 6000 جنيه. وأول موبايل معانا واللي هو سامسونج جالاكسي A03 اس. وطبعا هنا بيجي المعالج بثمان النواة هيليو ب 35 تكنولوجيا 12 نانو. وتخزين الرامات هنا 64 جيجا مع 4 جيجا رام. والكاميرا الخلفية ثلاثية 13 زائد 2 زائد 2 ميجا بكسل، أما الأمامية 5 ميجا بكسل. والشاشة هنا 6.5 بوصة بدقة بلس اتش دي بها نوتش كده صغير. ونظام التشغيل اندرويد 11، والبطارية هنا 5000 ملي امبير. مميزات الموبايل ده انه جايب مدخل التايب سي حديث وبطارية ضخمة تقعد يوم كامل. ودعم شريحتين زي كارت ميموري سوا. مايك كده اضافي لعزل الضوضاء وتصميم سامسونج المحترف المعروف. اما بقى العيوب، المعالج هنا اقتصادي جدا وشحن بطيء وتخانة الموبايل كبير شوية. ونفس تصميم ال A02s تقريبا. وفي بدائل أقوى من سامسونج نفسها زي ال A12 وال M12. ليه اختيار ممتاز بسعره كده. لو انت عايز موبايل من سامسونج وبسعر قليل واهتمامك بالبطارية والشغل يومي بسيط مش ألعاب، ده هيعيش معاك من غير مشاكل وبأقل سعر من سامسونج. وتاني موبايل معانا واللي هو ريلمي سي 21 واي. أول حاجة مواصفات المعالج هنا 8 النواة يوزنكي تي 610 تكنولوجيا 12 نانو. والتخزين الرامات هنا 64 جيجا مع 4 جيجا رام. والكاميرا الخلفية ثلاثية 13 زائد 2 زائد 2 ميجا بكسل. أما الأمامية هنا 5 ميجا بكسل. والشاشة هنا 6.5 بوصة بدقة بلس اتش دي وبها نوتش صغير. ونظام التشغيل أندرويد 10. والبطارية هنا 5000 ملي أمبي. طب تعال نروح لمميزات الموبايل ده. المميزات هنا بيجي بصمة شغالة ممتازة، وكاميرات كويسة في الفئة، وشريحتين زائد كارت ميموري، ورامة ومساحة كويسين، ومعالج أفضل حاجة بسيطة من الجي 35. وبطارية هنا كبيرة. أما بقى عيوب الموبايل ده، مدخل المايكرو اليو اس بي القديم، ومفيش سماعات ولا جراف في العلبة، ومفيش مايك صناعي. وصوت ظاهر كده الموبايل بيتكتم. ومفيش تطوير كبير عن السي 21. طب ليه اختيار ممتاز بسعره؟ الموبايل عملي وبيعتمد عليه وكويس للناس اللي عايزة ريلمي بسعر قليل ويكون فيها بصمة وكاميرا كويسة وبطارية كبيرة. تعال ندخل الموبايل التالت معانا واللي هو انفينكس هوت 50 اي. المعالج هنا بيجي بثمان النواة هيليو الجي 81 تكنولوجيا 12 نانو. والتخزين هنا والرامات بيجي من 256 و 128 جيجا مع رامات 4 و6 و8 جيجا رام. أما الكاميرا هنا خلفية مزدوجة 48 ميجا بكسل زائد ال AI، والأمامية 8 ميجا. والشاشة هنا 6.7 بوصة بدقة 1600 في 720 وبها ثقب. ونظام التشغيل هنا أندرويد 14، والبطارية 5000 ملي أمبير. طيب مميزات الموبايل ده هو بجاي بشاشة 120 هرتز مش موجودة في الفئة دي. ومعالج الجي 81 أداء معقول وكاميرا خلفية كويس. البطارية هنا قوية زائد شحن 18 واط. وصوت ستيريو وعلبة كاملة فيها جراب وسماعة وشاحن. والعيوب هنا دقة الشاشة اتش دي فقط. وسطوع متوسط تحت الشمس وحواف كبيرة شوية. مفيش مايك لعزل الضوضاء. وليه طبي اختيار ممتاز بسعره. أقوى شاشة وأكتر موبايل كامل في الفئة دي، ولو عايز شاشة 120 هرتز وصوت ستيريو بسعر قليل ده هيكون أفضل قيمة مقابل سعره. والموبايل الرابع اللي معانا واللي هو شاومي ريدمي 12 سي. المواصفات الموبايل ده جايب معالج 8 النواة هيليو جي 85 تكنولوجيا 12 نانو. والتخزين والرامات هنا 128 مع و64 و32 جيجا مع 3 جيجا و4 جيجا و6 جيجا. والكاميرا الأمامية خلفية هنا 50 ميجا بكسل زائد 0.8 ميجا بكسل. أما الأمامية هنا 5 ميجا بكسل. والشاشة 6.71 بوصة بدقة 1650 في 720 وبها نوتش صغير. ونظام التشغيل هنا أندرويد 12، والبطارية جايب 5000 ملي أمبير. أما مميزات البطارية
أما مميزات الموبايل ده وهو بصمة في الظهر، ومعالج قوي جدا للألعاب بالنسبة للفئة، وبطارية قوية حلوة هنا، وشريحتين زي الكارت ميموري، وكاميرا مقبولة جدا جدا. أما عيوبه هو مفيش عدسة واسعة، وكاميرا سيلفي ضعيفة، وشحن 10 واط بطيء جدا، ومايكرو الاس بي اللي هو الشحن العادي، وشاشة ال HD مش فول HD، ومفيش ستيريو، ومفيش مايك عزل للضوضاء. طب لو قلت لك إن الاختيار ده ممتاز بسعره، لو تركيزك الأساسي للألعاب، المعالج بتاعه أقوى من نوع سناب دراجون 680 في الألعاب، وده أحسن اختيار للاعبين في الفئة الاقتصادية. طب تعال نروح لي من 8000 لحد 10000 جنيه. أول موبايل معانا واللي هو شاومي ريدمي 13 4G، بيجي بمعالج 8 نواة سناب دراجون 685 تكنولوجيا 6 نانو. والتخزين هنا بيجي ب 512 و256 و128 جيجا، مع 6 جيجا رام و8 جيجا رام. والكاميرا هنا الكاميرا الخلفية هنا ثلاثية، 108 زائد 8 زائد 2 ميجا بكسل، وطبعا الأمامية 16 ميجا بكسل. والشاشة هنا 6.67 بوصة بدقة ال 2400 في 1080، بها ثقب صغير. ونظام تشغيل بيجي بأندرويد 13، والبطارية 5000 ملي أمبير. وطبعا مميزات الموبايل ده وهو شاشة 120 هرتز أمولود من أفضل في الفئة، وصوت ستيريو، وكاميرا محترمة كده، وبطارية مقبولة، وشحن 33 واط، وبصمة تحت الشاشة، ودعم الاي ار بلاستر كده للأجهزة، ومستشعرات كاملة، والجراب شيك كده في العلبة. أما باقي العيوب مفيش 4K، وشريحتين أو شريحة زي الكارت ممرج، والمعالج متوسط مش للألعاب، ومفيش NFC في الموبايل. ليه اختيار ممتاز بسعره، أكتر موبايل متوازن في الفئة، وشاشته قوية جدا، وصوت ستيريو، وتصميم حلو، أفضل موبايل للاستخدام اليومي. والتاني موبايل معانا واللي هو سامسونج جالاكسي A16، وطبعا مواصفاته المعالج 8 النواة G99 هيليو ميديا تك، وتكنولوجيا 6 نانو. والتخزين هنا بيجي ب 256 مع 128 جيجا، والتخزين هنا 256 أو 128 جيجا، مع 4 جيجا رام أو 6 أو 8. أما الكاميرا الخلفية هنا ثلاثية، وطبعا 50 ميجا بكسل زائد 5 ميجا بكسل زائد 2 ميجا بكسل، وأما الأمامية 13 ميجا بكسل. الشاشة هنا 6.7 بوصة بدقة 2340 في 1080، بها نوتش صغير. ونظام التشغيل هنا أندرويد 14. أما البطارية هنا 5000 ملي أمبير، وطبعا دي حلوة جدا. ومميزات الموبايل ده هو شاشة سوبر أموليد، ومعالج G99 أداء محترم جدا، وشحن 25 واط، وكاميرا كويسة، وتخانة قليلة كده 7.9 ملي، ودعم ال NFC في الموبايل، ودعم تحديثات 6 سنين. أما بقى عيوب الموبايل ده مفيش ال3.5 ملي للسماعات، وحواف كبيرة، ومفيش الوي اون كده، وشريحتين أو شريحة زي الكارت ميموري. والشبكة هنا مش أقوى حاجة، ومفيش اختلاف كبير عن ال A15. طيب لو قلت لك ليه اختيار ممتاز بسعره، لو نفسك في شاشة أموليد من سامسونج كده، وكمان تحديث طويل ال A16 هيديك استقرار ومظهر ممتاز. تالت موبايل معانا واللي هو هونر اكس 7 بي. الموبايل ده جايبه معالج 8 نواة سناب دراجون 680 تكنولوجيا 6 نانو. التخزين هنا 256 او 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام. الكاميرا الخلفية الثلاثية 108 زائد 5 زائد 2 ميجا بكسل. أما الأمامية هنا جايب 8 ميجا بكسل. والشاشة 6.8 بوصة بدقة فول بلس فول اتش دي، بيها ثقب صغير. ونظام التشغيل هنا أندرويد 13. أما البطارية بقى 6000 ملي أمبير. والمميزات هنا بطارية 6000 ملي أمبير قوية جدا، وصوت ستيريو، وكاميرا مقبولة، وشاشة فول اتش دي، ومنفذ 3.5 ملي موجود. أما بقى عيوب الموبايل ده مفيش الفور كي، ومعالج متوسط شوية، والسيلفي هنا متواضع، ومستشعر قريب سوفت وير. ليه اختيار ممتاز بسعره، لو عايز بطارية تعيش يومين، وصوت ستيريو، وسعر مقابل مواصفات ممتازة، يبقى الهونر اكس 7 بي اختيار مضمون ليك.
تعال بقى نروح لآخر موبايل معانا واللي هو فيفو في 40 لايت. بيجي بمعالج 8 النواة سناب دراجون 685 تكنولوجيا 6 نانو، والتخزين هنا 256 أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام. والكاميرا والكاميرا هنا الخلفية مزدوجة 50 ميجا بكسل مع 2 ميجا بكسل، أما الأمامية 32 ميجا بكسل. الشاشة هنا 6.67 بوصة بدقة 2400 في 1080 بيها ثقب صغير. ونظام التشغيل هنا أندرويد 14، والبطارية 5000 ملي أمبير. أما مميزات الموبايل ده هو تصميم جامد جدا خصوصا الفضي، بطارية كبيرة زائد شحن 80 واط، كاميرا ممتازة خصوصا في الليل، وطبعا شاشة أمولود 120 هرتز وصوت ستيريو. أما عيوب الموبايل ده مفيش عدسة الألترا وايد، ومفيش منفذ سماعات ال3.5 ملي، ومفيش NFC، ومعالج متوسط مش للألعاب، ومستشعر قريب هنا جايب سوفت وير. طيب لو قلت لك ده اختيار ممتاز جدا لأنه أجمل تصميم، أفضل شحن سريع، وكاميرا جامدة جدا، ده موبايل الناس اللي بتدور على الشكل والفخامة والتصوير. وبس كده يا رجالة، دي كانت أفضل الموبايلات من 5000 لحد 10000 ده، وده رأيي بكل صراحة من غير ما أرجح شركة على حسب التانية. اكتب لي تحت انت ناوي تشتري انهي موبايل، ولو محتار بين اتنين سيب لي النوعين وانا هظبط لك الإجابة الصح. متنساش تشترك في القناة موبايل برو بلس، وهدفنا نوصل لأول 10000 مشترك ونبني أكبر مجتمع فاهم في عالم الموبايلات. وأشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام.